بُص يا نجم، لمّا آجي أقول لك إن AMD نزّلت كارت شاشة جديد اسمه RX 9070 XT، فاعرف إن في عركة كده حصلت في عالم الجرافيك. الكارت ده مش مجرد جاي يهزر وخلاص، ده نازل ينافس على عرش ال4K. إحنا هنا مش بنتكلم على شوية تطويرات بسيطة، لأ ده الكارت معمول من أول وجديد على معمارية Redna 4، واللي فيها تحسينات مش بس في الأداء، لأ كمان في كفاءة الطاقة. يعني إنك تقدر تشتغل وتلعب مرتاح نفسيًا وحراريًا، فده شيء كويس. خلينا نبدأ. ودلوقتي لو جيت ركزت معايا على المواصفات بتاعة الكارت، هنلاقي ان ال RX 9070 XT بيجي ب 64 كومبيوت يونت، وغير كده كمان بيجي ب 4096 شيدنج يونت. وكل ده مش كلامه بس، لا ده غير كده كمان انه التردد بتاعه كمان بيوصل لحد 2970 ميجا هرتز، يعني كارت بيجري مش بس بيشتغل وخلاص. وعندك كمان 16 جيجا GDDR6، اي نعم قديمه مش 7 او اكس، بس لو جينا بصينا على الجانب التاني هنلاقي ان هو بينقل 256 بايت. غير كده كمان انه اداؤه العام في البيس كلوك والبوست كلوك محترم جدا. طيب ده معناه ايه؟ معناه انك ممكن تشغل العاب بال 4K وتفتح يوتيوب على شاشه تانية وتعمل ريندر لفيديو في نفس الوقت، وكارت مش بس هيقول لك انا تعبت، لا ده هيقول لك كمان هات تاني. غير كده كمان في دعم للديسبلاي بورد 2.1 والبي سي اي اي جين 5، وده شيء كويس جدا، وبس مش حلو قوي لبعض الناس التانية. هنعرف ده كمان ليه كمان شويه. وانفينيتي كاش 64 ميجا، فتحميلات اسرع والفريمات اثبت وتجربه انعم وكله قشطه كده، لذيذ في لذيذ. طيب ليه انا قلت ان هو بي سي اي اي جين 5 حلو بس وحش لبعض الناس؟ لان في اغلبيه ناس كبيره جدا لسه على جين 4، فمش هتاخد اداء الكارت الكامل. يا ده في الالعاب، جربت الكارت ده على العاب تقيله، ايوه، وجاب اداء بيخوف بصراحه. سايبر بانك شغال على الالترا مع تتبع اشعه، والكارت بيقول لك هات غيرها اساسا. جود اوف 4 4K وسلاسه فريمات رهيبه تخليك تحس انك في فيلم مش لعبه. وعندك الاف 1، عندك اف 1 24 فريمات طايره جدا وانت سايب ايدك كده، اللي هو يا باشا الكارت بيتشقلب في الهواء. حتى الالعاب اللي بتاكل كروت زي دوم ايترنال وستار فيلد، الكارت بياكل لك النفط من غير لاج ولا حتى انه سطر ولا اي مشكله خالص. ولو حابب تلعب مع ستريم، الكارت فيه قدره اي اي انكودنج محترمه، يعني تقدر تعمل ستريم باعلى جوده وانت مرتاح. طيب دلوقتي لو هنروح من ناحيه المنافسه وناحيه المقارنه، خلينا نكون صريحين، اقرب منافس ليه هو الار تي اكس 5070 تي اي. من ناحيه الاداء تقارب كبير جدا للكارتين، بيقدموا اداء ممتاز على 1440 بي وال4K، بس الفرق الحقيقي في السعر. الار اكس 9070 اكس تي بيجي بسعر $600، في حين ان ال 5070 تي اي بحوالي $750، يعني نفس الاداء بس السعر حوالي $150 زياده عند انفيديا. لا يا عم وفرهم وخد الار اكس. تتبع الاشعه، انفيديا لسه متفوقه شويتين ثلاثه في تتبع الاشعه، بس لو مش اولويتك التتبع الاشعه فخليك مع الار اكس، هيكسب احسن. غير كده كمان لما تيجي مثلا مع الار تي اكس 5070 تي اي، لما تيجي تبص على فئات تانية وماركات تانية زي مثلا زي الاوروس او ام اس اي او الار او جي، فانت هتلاقي ان سعرهم كمان بيزيد، بيتخطى كمان ال $150، يمكن كمان يوصل ل 250 $300 فرق. طيب بص يا معلم، دلوقتي لو جينا بصينا في اهم سؤال بيشغل دماغ كل الناس، اي حد بيفكر انه يجيب الكارت ده ويشتريه، الكارت ده يستاهل سعره ولا لا؟ الار اكس 9070 اكس تي نازل بسعر رسمي $600. لما تسمع الرقم والاول مره ممكن تحس انك مش بس ان الكارت ده سعره رخيص، لا تعالى كده نبص لها من كذا جانب. لو بصيت على اقرب منافس ليه وهو الار تي اكس 5070 تي اي، هتلاقي ان انفيديا بتطلب حوالي $750، يعني انت بتدفع زياده $150. لا مش بس كده، ده انت كمان ممكن على حسب النسخه اللي انت بتشتريها ممكن كمان يزيد سعرها. عشان كده تاخد اداء مشابه متقارب جدا يكون احسن. والفرق ما بينهم مش بس في تتبع الاشعه، يعني ببساطه انت لو مش مهووس بالري تريسنج مش هتحس بفرق الاداء اصلا. كمان نقطه قويه هنا ان الكارت مش بس للالعاب، لو انت جيمر وبتعمل ستريمر او يوتيوبر وبتمنتج فيديوهات تقيله، ف 16 جيجا GDDR6 ممتازه جدا، هيدوك راحه كبيره في الشغل. يعني مع سعره هو مش مجرد كارت للالعاب، هو اداء انتاج كمان. من ناحيه اقتصاديه في $600 في 2025 للفئه دي يعتبر صفقه ممتازه جدا.
جدا، لان دلوقتي انت بتاخد اداء لل 2K وال 4K ثابت جدا مع في رام كفايه لسنين، وده معناه انك مش محتاج ان انت تحدث الكارت في سنه او سنتين جايين، لا ده انت ممكن كمان تقعد بيه 5 سنين مستريح. الخلاصه انا شايف ان كارت زي ده صفقه كويسه جدا، ولكن في اقتراحات تانية. يعني لو لقيته ان سعره في بلدك غالي جدا او مأوفرين في سعره، فلا شوف ممكن حاله تانية لانفيديا. عندك مثلا من الجيل القديم ال 4070 سوبر او حتى ال 4080، وابدا قارن جيل قديم مع جيل زي ده، وده يرجع على حسب السعر. الخلاصة انا بصراحة شايف ان الكارت بيديك اداء كويس جدا في الاستريم والمونتاج والالعاب، يعني من كافة كل النواحي. لو انت جايبه مثلا عشان تلعب مثلا عليه فهيديك الاداء اللي انت عايزه، ستريم وشغل هيديهولك، ريندر وشغل برضو، كل الاشكال اللي انت متخيلها برضو هيديها لك. الكارت بيشغل 2K و 4K مستريح جدا قوي. العاب حديثة وقديمة برضو الكارت مش هيقول لك لا. في كام نقطة بس كده مخليه الكارت ده شوية رخم شويتين ثلاثة، اللي هو انه جاي اولا بالجي دي دي ار 6 مش اكس او حتى 7، فدي شويه عامله نقطه كده رخمه شويه. وبعدين 300 واط، ما هو في ناس ثانيه عايزه تجيب الكارت بسعر يعني يمشي معاها الدنيا، يعني سعر مثلا وليكن ال $600 دولت. ما هو انت هتزود مثلا عشان 300 واط مع طالبها الكارت، محتاج مثلا لو كارتك لو الباور سبلاي عندك مثلا مش احسن حاجه، او مثلا 500 واط 550 600، لا انت محتاج ريكومندد عليه لحد 700 واط. فدي برضو نقطه، يعني ممكن تصرف كمان في الباور سبلاي. غير كده كمان ان البي اي اي جين 5 يعني ماشي، اغلبيه الاجهزه الجديده دلوقتي بقى بي سي اي اي جين 5، بس بنتكلم مثلا في معظم الناس اللي بتجيب حاجه زي كده ممكن يبقى بي سي اي اي جين 4، فانت اعمل حسابك ان انت مش هتاخد اداؤه بشكل كامل، يعني ممكن تخسر حوالي 10 15% اداء. ايوه ده رقم كبير مش رقم صغير كمان. فانا لو شايف ان انت لو عايز تجيب كارت زي ده في تجميعه جديده تمام، انما لو هتجيب الكارت ده في تجميعه قديمه عندك فكر شويه، يعني شوف السعر لو يجيب لك مثلا حاجه من الار تي اكس الجيل ال 4000 شوفها وركز على الجيل ال 4000، هيبقى احسن لك ساعتها من الكارت ده شويتين ثلاثه. طيب ما لقيتش خلاص خليك مع ده. انا برضو لحد دلوقتي انا شايف ان الكارت ده ممتاز في ادائه، ممتاز في سعره، ممتاز ان هو كمان كارت جديد بمعماريه جديده من بتاعه اي ام دي. بس كده دلوقتي بعد ما سمعت الكلام ده قول لي انت شايف ايه، هل اي ام دي فعلا بدات تسبق نفيديا في الفئه دي؟ ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، واستنى مني مراجعه مقارنه ما بين الار اكس 9070 اكس تي مع الار تي اكس 5070 تي اي وش لوش كده، نشوف بقى ايه هم هيعملوا ايه الاتنين دولت مع بعض. بس كده لو عندك اي استفسار سيب لي كومنت هرد عليك، وما تنساش تعمل فولوهايه كده لذيذه كده، اعمل اي لايك، اعمل هاشتاجات تحت كده يا باشا. يلا سلام.